عمرك حسيت ان كل الابواب مقفولة؟ تدور على شغل مفيش، تدور على حل مش لاقي، حتى في الصلاة تبقى بتصرخ ومش سامع رد، وتيجي تسأل نفسك هو انا اتسدت قدامي خلاص؟ مرة قابلت واحد بيقول لي انا حياتي كلها كانت واقفة، لا شغل ولا راحة ولا حتى سلام داخلي، بس في يوم وهو بيصلي جملة صغيرة جدا قال يا رب افتح لي بابك مش باب الناس. وبعدها بأيام جاله تليفون بفرصة جديدة ما كانش على باله، وبدأت حياته تتغير. الجميل ان يسوع مش محتاج نفتح له مليون باب، هو بيعمل باب خاص لينا. الكتاب بيقول ها انا ذا قد جعلت بابا مفتوحا امامك لا يستطيع احد ان يغلقه. يعني حتى لو الدنيا كلها قفلت هو عنده باب يخصك انت، معمول مخصوص ليك انت. الموضوع مش بس عن أبواب الشغل أو الظروف، الباب الحقيقي اللي بيفتحه يسوع هو باب السلام، باب الرجاء، باب الفرح اللي عمره ما يتقفل حتى وسط الضيق. يمكن في حياتك أبواب كتير اتقفلت، بس صدقني باب يسوع عمره ما بيتقفل. قوله دلوقتي جملة بسيطة، يا رب افتح لي بابك أنا مستنيك، وهتشوف ازاي هينور لك الطريق في وقت انت مش متوقعه. ولو الفيديو ده لمس قلبك اعمل لايك واكتب في كومنت باب نفسك يتفتح، وشارك الفيديو مع حد حاسس ان الدنيا متقفلة في وشه، علشان يعرف ان يسوع دايما فتح له الباب.